سيادتك عاوز اقول لحضرتك ايوه انه كل الناس بتكلمني بتقول لي احنا معاك وربنا يثبتكم وما تزعلش، واسمح لي من اخوك الصغير في السن والقيمه اني اقول لك نفس الشيء. انت قيمه وانت تاجنا، تاج راسنا وفوق راسنا من فوق. شكرا، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقك في مهمتك ويوفقنا جميعا. شكرا يا دكتور عصام شرف، قبل ما حضرتك تسيبنا أنا بشكر وشاكر لحضرتك ان هذا الرجل العظيم المحترم اللي كلنا بنحترمه ونجله، انا شاكر لكلماته، يعني لعل كلماته تمسح يعني جزء مما اعانيه، جزء مما اعانيه. يا فندم انت اي كلمات تمسك هي في الحقيقه تتويج ليك وتاج فوق راسك، واحنا في الحقيقه يعني انا واحد تعودت وامنيتي ان تستمر العاده دي، اني اشوفك بس كل يوم. فانا بحس انه ما زال قصادي قيمه مصر متجمعه في رمز. ارجوك ما تزعلش، لانه انت لو زعلت احنا هنقدر نكمل ازاي؟ ارجوك واقبلها مني انا، يعني زي ما بيقولوا كده مسحها فيا. شاكر يا فندم. انت راجل مجرد بس ما ربنا يخليك ويوفقك لما انت فيه، والمهمه مش سهله، المهمه صعبه. المهمه صعبه. عارف يا فندم، عارف. ربنا يوفقك ويخليك، وانت معروف، انت ربنا يقوينا، معروف يعني معروف تاريخك معروف، ومعروف جهادك معروف، ويعني ليس لي الا ان ادعو الله لك بالتوفيق. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، وانا هدعي لك بالتوفيق. بنحط ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله يا فندم. متشكر جدا، متشكر. شكرا يا دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حضرتك بتقدم اعتذار لموقف حضرتك مش مسؤول عنه، يعني المفترض ان اللي يقدم الاعتذار ده اشخاص بعينهم والحكومه السابقه، لكن احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخله. ربنا يخليه ويحفظه يا فندم، ربنا يكرمه ويحفظه، وحاولي يعني ربنا يكرمه يعني، وللشخصيات المحترمه والإنسان برضه يعني الإنسان حينما يعمل برضه يعني يتمنى كلمة حق. طيب يعني أنا ألا يتقون الله؟ أنا بقى عارف يعني يا سيادة المستشار اسمح لي، التخوفات بتاعت حضرتك أنا عايزة أطرحها على دكتور عصام شرف، والتجاوزات اللي حصلت، ومصر مقبلة على إيه دكتور عصام؟ طيب ارجع لك مره ثانيه سياده المستشار، يعني حضرتك في تصورك بقى ايه الخطوات اللي احنا يعني مقبلين عليها والمفترض نعمل ايه؟ انا حاسه انك خايف على البلد ده بالتاكيد، حضرتك اتكلمت عن ثوره مضاده وكنت اول من تحدث بهذا المصطلح او هذا التعبير، وجه على لسان دكتور عصام شرف امبارح واكد على هذا المعنى. ده حقيقي. طيب شايف بقى نتصرف ازاي؟ يعني ايه المطلوب مننا؟ ليس امامنا الا امرين. اتفضل. يعني الأمر الأول هو الحزم، والوقت النهاردة إنه لا يمكن كل وزارة وكل مصلحة وكل مدرسة وكل كذا وكل جامعة والبلد إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ لابد يكون في موقف حازم، ولابد أن نعمل، لابد للطالب أن يعمل، ولابد للعامل في المصنع أن يعمل، ولابد للموظف أن يعمل. والشعب المصري شعب عظيم وحضارة آلاف السنين. احنا عاوزين نشتغل بدل وردية واحدة نعمل ورديتين، وبدل ورديتين نعمل 3. ايوه يا فندم، عشان نعوض اللي حصل، عشان الارقام اللي كنت ناوي اقولها يا سيدتي. أيوة انا كنت ناوي اقول الارقام ديت، ولكن اهو اللي منعني طبعا، منعني اللي حضرتك اللي عارفه اللي حصل. هذه الارقام اللي انا اشكرك للاتي انك اتحت لي فرصه. ده انا اللي بشكر حضرتك على الثقه دي، وانك كنت موجود معانا. لا يا فندم العفو، لا يا فندم العفو، ده احنا عايزين نسمع حضرتك، ويعني هطلب من حضرتك طلب على الهوا، ويا ريت يعني سياده المستشار ارجوك تكون حضرتك موجود معانا بكره في الحياه اليوم، نقعد ونتكلم في اللي بيحصل، في اللي كان بيحصل، وفي اللي جاي اللي احنا مقبلين عليه. ممكن يا سياده المستشار؟ يا فندم يعني عمليه الحضور شخصيا معلش اعفيني عنها، يعني انا قاعد والله بشتغل،
قسما بالله وحضرتك بتكلميني انا قاعد من الفجر لغايه دلوقتي. انا حاسه بحضرتك مع راحه ساعه بتاعه الغداء. يعني احنا نيجي يعني انا اتكلمت، انا يخيل لي اتكلمت اكتر، مش عارف اتكلمت قد ايه يعني. لازم نتكلم يا فندم، لازم نتكلم. احنا في مرحله واللي انا بقوله يا فندم مش انشا، والله اللي بقوله حقائق، انا بقول حقائق. طيب يعني من ناحيتين. طب ممكن تستضيفنا يا سياده المستشار؟ ممكن نيجي لحضرتك؟ بقول يا فندم ممكن تستضيفنا عندك؟ يعني اهلا بيكم يا فندم، بس يعني مش انا مش عايزه اثقل على حضرتك، ورغبتك تحترم. انا عارفه ومقدره يعني وحاسه بحضرتك. بعيد يعني، انا بطبعي حضرتك يعني انا يعني اما اقعد 43 سنه القاضي، اصله القاضي دايما تعود انه هو يستمع. انا يعني دي شخصيتي. القاضي تعود ان يستمع لا ان يتكلم. لكن انا اتكلمت في برنامج حضرتك لاول مره لما فاض بيا، والله فاض بيا، والله فاض بيا فعلا يعني مش عارف يعني، لولا الكلمات الرقيقه. انا اشكر هذا الرجل العظيم، اشكر. يعني من يعمل في هذا البلد برضه محتاج يا فندم، محتاج لكلمه طيبه تشجعه على الاستمرار. سياده المستشار، ممكن تقبل مننا، من المصريين اللي بجد اللي بيحبوا وبيخافوا على البلد دي وبيحترموا المستشار جودة الملط، اقول لحضرتك لا تلتفت لاي قلم مأجور، لاي شخص بيحاول ان هو ينال من سمعة المستشار جودة الملط لاهداف حضرتك تعرفها. حضرتك عارف ان من مصلحة اشخاص بعينهم دلوقتي تقارير ما تطلعش، ارقام ما تطلعش. عايزة حضرتك المهمة اللي بدأتها من 12 سنة وقبلها طبعا في القضاء المصري، حضرتك تستكملها في المرحلة اللي جايه. مرحله احنا في امس الحاجه ليها. انا مش بشر من لحم ودم. انا مش معلش يا فندم، معلش يا فندم. يعني انا بشكر حضرتك مره تانية، ربنا يقوي حضرتك على المهمه التقيله دي، على المهمه اللي بداتها، واكيد ان شاء الله هتستكملها. احنا يعني أملنا كل الأمل في أي شخص شريف، أي شخص نزيه، أي جهة بتكشف وبتحارب الفساد وبتقول أرقام مختلفة عن كل الأرقام اللي تابعناها قبل كده، مختلفة عن كل الكلام وكل التصريحات. احنا كنا يعني مش عايزه اقول احنا كنا بنتكلم ايه على يعني تقرير جهاز مركزي للمحاسبات لما كان بيتعرض، كنا بنقول عليه يعني انه المساله بتتقال وبنتكلم وبعد كده بتتقفل. وكان في تعبير شهير اعتقد حضراتكم عارفينه وانا مش هنقوله دلوقتي، لكن الجهاز وحضرتك وبشكرك مره تانية عايزين المهمه تستكمل، عايزين كل حاجه، كل فاسد، كل مفسد، كل مخالفة، كل حاجة غلط حصلت في البلد دي بعد 25 يناير عايزين نصحح، وعايزين نمشي مظبوط، نمشي بما يرضي ربنا، زي ما كان بيتكلم سيادة المستشار ان كل اللي حصل قبل كده ما يرضيش حد، ما يرضيش ربنا بالتأكيد. وبشكر طبعا دكتور عصام شرف على مداخلته اللي شرفنا بيها، وعلى اعتذاره اللي تقدم بيه، على الرغم مش هو المسؤول، المسؤولية تقع